علاش ديما كتبدا تتعلم الانجليزيه بحماس في الشهر الاول، ولكن هذا الحماس كيسالي في السيمانه الثانيه؟ واش عمرك سولتي راسك؟ وعلاش شي ناس كيهضروا الانجليزيه طياره وما تعلموهاش حتى كبروا وبداوها من الصفر؟ السر ماشي في الذكاء او لا في الوقت، السر هو واحد الساروت غنعطيها لك اليوم وغتخليك تستمر بلا ما تعيا. بزاف ديال الناس كيسحاب ليه واش خاصو يحفظ القاموس ديال اللغه الانجليزيه ويسهر الليل عاد باش يتعلم، ولكن هذه الطريقه هي اللي كتخليك تمل وتفشل. الحقيقه هي اللي كنقولوا حنا المغاربه، قليل ومداوم خير من كثير ومقطوع. عقلك الا فاجئتيه بواحد الكميه كبيره ديال المعلومات من الاول غادي يتفاجئ وغادي يتبلوكا وغادي يهرب. داكشي باش كنقولوا حنا المغاربه، اللي بغاها كلها كيخليها كلها. هذا واحد من الاسرار اللي خلاوني نهضر الانجليش مزيان. مايكرو ليرنين. خلينا نعطيه واحد الصيغه. مثلا ما نقولش غنقرا ساعتين في النهار، نقول غنسمع 15 دقيقه الانجليزيه وانا غادي للخدمه وانا غادي للقرايه وانا كندير كاسكروت في الدار. الانجليزيه خاصها تكون بحال اتاي ديال العشيه، شي حاجه اللي تكون عاديه في اليوم ديالك، ماشي شي عبء فوق كتافك اللي غادي يعييك. وزيدك هذه، ربط الانجليزيه بشي حاجه عزيزه عليك، بالهوايه ديالك. مثلا عزيزه عليك الكره، تفرج في واحد الماتش فيه التعليق بالانجليزيه، ومن بعد الماتش تفرج في التحليل بالانجليزيه. غادي تتعلم الفوكابيلري وغادي تتعلم اكسبريشنز اللي كيتخدموا في الانجليش في الكره. كيعجبك الطبخ، تفرج او لا تفرجي في برامج ديال الطبخ، لان سر الاستمراريه هو انك تنسى بانك كتقرا وتولي كتستمتع بهذاك الشيء اللي كتعلم. ورد البال، حنا المغاربه المشكل ديالنا هو الكمال. من النهار الاول كنبغيو نهضروا مزيان وهذا راه ما يمكنش. السر ديال الناس اللي كملوا ولاو كيهضروا مزيان هو انه خرج ليها ديريكت، كيغلط اليوم وكيغلط غدا حتى قد لسانه ولا كيهضر مزيان، وهذه هي القوه ديال الاستمراريه. حاجه اخرى اللي استفدتها وانا كنتعلم الانجليزيه، ما تشوفش في القمه ديال الجبل، الهدف ديالك راه بعيد وكبير. حاول تصنع خطوات اللي هما اهداف بسيطه وممكن توصل لهم. الا كتعلم غير جمله واحده في النهار، في الاخر ديال الشهر غيكون عندك 30 جمله، وهذه هي القوه ديال التراكم. ودابا الا كنتي باغي بصح تبدا وتعرف كيفاش تنطق الجمل والكلمات اللي كتعلم، الفيديو الجاي غادي نوريك كيفاش تنطق الحروف اللي كيدوخوا كاع المبتدئين في الانجليزيه بواحد الطريقه سهله وبسيطه. ودابا قول لي في التعليقات اشنا هو اكبر عائق كيخليك تحبس التعلم.